أيها الأحبة في الله، الحفاظ على الرعية واجب سنسأل عنه بين يدي الله، ونحاسب عنه حسابا عسيرا بين يدي الله. جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. سيسألك الله عن نفسك، سيسألك الله عن زوجتك، سيسألك الله عن أولادك، سيسألك الله عن جميع رعيتك، تلك الرعية التي ظننت أنك ملك عليها وأنك مالك لها. والأصل أن الراعي خادم لرعيته، يجلب لهم المصالح ويدفع عنهم المضار. ستسأل بين يدي الله، فالله عز وجل هو القائل: وقفوهم إنهم مسؤولون. وهو القائل سبحانه وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. السائل هو الله، والرقابة هي رقابة الله سبحانه وتعالى. إذا غاب عن المسؤولين في الدنيا جهاز الرقابة والمحاسبة ولم يجدوا حسيبا ولا رقيبا عليهم، فليعلموا أن رقابة الله لا تغيب أبدا، وأن حساب الله عز وجل بالمرصاد للجميع. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت بعلها وولده ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، فإن المحاسب الله، سيسجل الله عليك كل أعمالك ويحاسبك على النقير والقدمير وعلى الصغير والكبير حسابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. عمر بن عبد العزيز رحمه الله قبل أن يصير خليفة ذهب يحج مع سليمان بن عبد الملك، وكان سليمان بن عبد الملك هو الخليفة. فلما صعدوا على درج الكعبة وأراد أن يدخل سليمان من باب الكعبة، قال له عمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين انظر خلفك. فنظر خلفه فقال: ماذا ترى يا أمير المؤمنين؟ قال: أرى خلقا عظيما لا يحصيهم إلا الله. الناس في الحج والموسم في ذلك المكان المهيب حول الكعبة، وهو ينظر إليهم من فوق الدرج: أرى خلقا عظيما لا يحصيهم إلا الله. فقال له عمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، كل واحد سيأتي يوم القيامة يسأل عن نفسه، وستأتي أنت في يوم القيامة تسأل عن هؤلاء كلهم. فبكى سليمان بن عبد الملك سؤال عظيم على هذه الرعايا. فلا بد أيها الإخوة الكرام أن نعلم أن السؤال بين يدي الله سيكون لكل واحد منا على رعاياه وعلى أماناته. فلا تخن أمانتك يا عبد الله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال.